جامعة الأزهر أيضا فيها دعوة بتتجدد تقريبا كل يوم دعت ليها قيادات طلابية إخوانية لمواصلة التظاهر اليوم بالجامعة، وفي أيضا دعوات مشابهة في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس زي ما احنا تابعنا دلوقتي في مداخلتنا الهاتفية. لكن جامعة الأزهر تبقى ليها حالة خاصة لأنه كل يوم تقريبا بتكون فيها مظاهرة، ونتعرف على الوضع فيها النهاردة. معنا الدكتور توفيق نور الدين نائب رئيس جامعة الأزهر. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. نتعرف على الوضع في جامعة الأزهر، وهل في اختلاف عن الأيام الماضية ولا لا؟ لا يا فندم، هو برضو مظاهرة بدأت الصبح بحوالي 20 طالب عايزين يدخلوا المدينة الجامعية، ثم الآن انضم إليهم مجموعة لا تزيد عن 200 طالب من الفصيل ذوي الشعار. لكن يعني في مظاهرات النهارده. الدراسة في الكليات مستمرة، وفي امتحانات دراسات عليا مستمرة، ما فيش أي تعطيل لأي دراسة مطلقا. طيب ما فيش تعطيل للدراسة؟ أفندم؟ ما فيش تعطيل للدراسة، لكن التظاهرات مستمر مطلقا يا فندم، مطلقا. دراسة في الكليات يعني بنسبة 95%. طيب هل في احتكاك او تشابك ما بين الطلبه وطلبه اخرين في جامعه الازهر؟ لا مطلقا يا فندم، مطلقا. يعني ما حصلش حتى عندنا من اول ما بدات الدراسه ان احتكاك بين طلاب خالص، مطلقا. طيب هل في يعني الوقفه الاحتجاجيه عباره عن شعارات وهتافات فقط، ولا في محاوله مثلا مجرد؟ لا يا فندم، قدامي انا بكلم حضرتك من مكتبي وانا شايفهم. يعني مجرد انه واقفين رافعين شويه شعارات وبالحاجات اللي هي بتاعت الالتراس، رفع الايدي وما شابه ذلك. لكن ما فيش اي تعدي على المباني، محاوله تعطيل دراسه، ما فيش اي حاجه من دي مطلقا يا فندم. طيب هل هتتخذوا اجراءات؟ كان في قرار طالع من الازهر او من مجلس اداره جامعه الازهر انكم هتعملوا مجالس تاديبيه للطلاب اللي بالفعل ده حصل فعليا؟ راحت لمجال تاديب فعلا. تم تحويل بعض الطلبه يعني 26 طالب وطالبه تحولوا مجال التأديب من ثبت دخوله في تخريب او ثبت دخوله كنت لسه هسأل حضرتك بناء على ايه بيتحولوا؟ يعني هل مجرد وقوفهم ان هو يتخرب، دخل محاضره عنوه، اعتدى على منشأة كده، لا ويبقى ثابت عليه هذا الكلام. ايوه يعني لكن لما بيتم احالته اذا فقط استخدم العنف. يا فندم، لكن المظاهرات السلميه احنا موافقين عليها. تمام. مهما كان شعارها يعني. تمام. وبس يعني باكد على كلام حضرتك انه ما فيش تعطيل للدراسه، والدراسه تسير بشكل طبيعي في جامعه الازهر. العدد امامي لا يزيد عن 300 طالب وطالبه، لان انضم حوالي 100 طالبه دلوقتي. في كليه الجامعه 120,000 طالب، فلما عندي 300 يعني عندي 119 و700 في المدرجات يا فندم. طيب هل في خروج مثلا من الطلبه خارج اسوار الجامعه؟ خالص، مطلقا يا فندم، مطلقا. كل الاحتجاجات داخل اسوار الجامعه امامهم، لو عايزين يخرجوا يتفضلوا يخرجوا. طيب اشكرك دكتور توفيق نور الدين نائب رئيس جامعه الازهر.